فجرت الممثلة والمطربة السورية إنجي خوري مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنت أنها حامل من أدهم النابلسي المطرب المعتزل. وكتبت الممثلة السورية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام إنها حامل، وحملها هذا من أدهم النابلسي. وكما قالت رسالة موجهة له: حرام عليك، ده ابنك، ما تعملش كده معايا. وفي وقت سبق كانت الممثلة والفنانة السورية قد أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قامت بطلب الزواج من الفنان المعتزل أدهم النابلسي، حيث أعلنت أنها سوف تعتزل الغناء وسوف ترتدي الحجاب في حالة وافق المطرب المعتزل على الزواج منها. وسجلت الفنانة السورية مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات القصيرة انستجرام طلبت فيها الزواج من المطرب المعتزل أدهم النابلسي، حيث قالت فيها الفيديو: إذا وافق أدهم النابلسي أن يتزوجني أنا هلبس الحجاب وهصلي وأتوب، وحتى التليفون ما بدي. وكما قالت: يوريني إني ما أجمله. وفي الفيديو قالت: هم بيقولوا لو الشيخ تزوج من وحدة ولبست مفتوح بيدخل الجنة. وأكملت: يعني ما بدك تدخل الجنة؟ واختتمت قائلا: أدهم تقبل تتزوجني؟ وهذا كانت رسالتها عبر الانستجرام إلى أدهم النابلسي. وفي وقت سبق كان قد أعلن الفنان المعتزل أدهم النابلسي عن استقبال ابنته الأولى، وكان ذلك بعد شهور من اعتزاله الفن والغناء، حيث قد اتجه للإنشاد الديني وقراءة القرآن. وقام المطرب المعتزل بنشر أول صور لابنته على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلا: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما أوهب، اليوم أرزقني بمولدتي الأولى وهي ماسة. وفي الأخير: شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.